هلو يا بنانيت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بناء على طلب كام بنوته منكم عايزين يشوفوا خطوات فورمة الشعر، فتعالوا الفيديو ده اشرح لكم عملنا فورمة شعر بسيطة سواريه ازاي. اول حاجة طبعا انا كنت عامله لها سشوار لشعرها كله، دلوقتي بعمل لها ويفي للشعر كله. عملت لها الويفي بتاعها ضيق مش واسع، وخصر رفيعه لان هي شعرها اصلا خفيف زي ما انتم شايفين. انا لماهم كلهم بكليبس اهو، هو ده كل شعرها خفيف جدا. هتشوفوا بقى في اخر الفيديو ازاي الشعر بقى ليه فوليوم. تمام. فعملته خصر رفيعه وويفي ضيق كمان عشان يقعد معاها طول اليوم، لان هي كانت هتسافر بيه اسكندريه، تروح تسافر من القاهره لاسكندريه، هتحضر بيه خطوبه في اسكندريه وهترجع، فعايزاه يفضل ثابت معاها رغم السفر والحر والجو والدنيا دي كلها. الجزء اللي من فوق ده بقى عملنا فيه بومبي بفوليوم كده للشعر، فعايزاكي تركزي بقى في حركه المكوى. بعمل البومبي ازاي او الفوليوم بعمله ازاي؟ اولا بدوس على الاطراف، على الجذور قصدي، وبعدين باخد الشعر كله بزاويه اكتر من 130 لقدام، وبعدين برجعه لورا وابدا اعمل الكيرل بتاعي. القصة هي كنا هنعملها القصة تلت وتلتين، فالجزء بتاع التلتين ده قسمته تلت وتلت. بعمل برضو نفس الفكرة بتاعت الفوليوم، زاوية 130، وبعدين برجعها، وبعدين بعمل التلت التاني، وبعدين باخد التلتين مع بعض في المكوى واعملهم الكيرل بتاعي او الويفي بتاعي. بعد كده بعمل الجنب التاني اللي هو التلت لوحده. دلوقتي بقى عايزة اثبت البومبي اللي انا عملته او الفوليوم اللي انا عملته، فبعمل كيرباج. يعني ايه كيرباج؟ هي الحركة اللي انا بعملها بالمشط دي، ان انا بنزل الشعر القصير او البيبي هير، بنزله لتحت كده بالمشط زي ما انتم شايفين، وبعدين برش رشة سبراي، وبعدين بقلب الشعر لورا. شايفين بقى بيدي فوليوم او بومبي كده للشعر، ده هيثبت معايا البومبي لاطول وقت ممكن. طبعا هي لان شعرها اصلا خفيف وناعم زي ما قلت لكم في البدايه، فانا باخد خصر رفيعه خصر رفيعه وبعملها. لو هي شعر يعني خشن شويه او ماسك نفسه شويه عن فتله شعرها الناعمه الخفيفه دي، ممكن اعرض الخصله عن كده او اعمل البومبي ده كله مره واحده، مش لازم خصل خصل كده. في الاخر بعد ما خلصت برش رشه سبراي وابدا انضف الشعر من قدام، لو في اي بيبي هير متطاير او حاجه بنيمه. وطبعا رشيت على الشعر كله سبراي من ورا. دلوقتي بثبت الهير بيس دي من اختيارها، هي اللي كانت جايباها، فببدأ اثبتها ببنس بتاعه الفرم. مش اي بنس، خدوا بالكم، لان البنس بتاعه الفرم بتبقى ماسكه قوي مش بتتفتح بسهوله، فبتثبت اكتر. بحط بنستين، وخدوا بالكم لو شايفين انا بثبت فين، بثبت في المكان اللي انا عملت فيه كيرباج، فده بيخليها تثبت اكتر. وبحط في كل ناحيه هما بنستين بس، بحطهم اكس كده عكس بعض، فده بيخلي الهير بيس تفضل ثابته معاكي طول اليوم. دلوقتي احنا تقريبا كده خلصنا، وده الفاينل لوك. هسيبكم مع اللوك وقولولي رأيكم، ولو عندك اي سؤال اكتبوهولي في الكومنتات وهرد عليه.